DJ Selector on the mix. أنا مقيمة في موريس، عندي 4 سنين. راجلي موريسي، وأنا أول عمل لي مفاجأة اليوم وقت حكيت له، قلت له راهي تونس باش تلعب اليوم. شرى لي زوز تيكيات وجابني اليوم، عملها لي أكبر سيربريز، أكبر مفاجأة في حياتي اليوم، والله العلي العظيم. ونتمنى تونس تربح يا ربي. جيت في الماتش نشجع في الكلوب، بورتو مانيش كلوبيستية. خارج البلاد يولي علم تونس، لا علم الكلوب الاسبيرونس كلها هكاك، ونحن اليوم نحبوا الكلوب تربح، وجايين نشجعوا الكلوب تربح، والكلوب باذن الله لازمها تربح. انا نعدي في الماتش الفاج الكلوب على خاطر واحد كلوبيست يعدي الماتش بتاع الاسبيرونس في غينيا، نحبوا نرجعوا الفازه للكلوبيستيه كلها تتفرج في الفاج بتاع كلوب افريكان يوس، ونحن كلنا خويا. مرحبا بهم، كلوب التراجي واحده في تونس حاجه اخرى مالانيه. مرحبا بهم. ورغم البعد جاوا حكايه 70 80 نشكرهم الكل اللي جاوا، وحتى اللي يعيشوا هنا نشكرهم، وهذه حب البلاد، وان شاء الله منتصرين، ان شاء الله ربي معنا. أصدقائي المشاهدين، إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملخص المطول لمباراة النادي الأفريقي ضد فريق الأس بي ال 2000، فريق بورلوي الموريسي هنا في ملعب جورج الخامس، وانطلاق اللقاء بين النادي الافريقي وفريق الاس بي ال 2000. ترجع الكره في وسط الميدان لفريق اس بي ال 2000، تتفك من اسامه دراجي، تمشي غزل العيادي، روزيكي العيادي يسدد، ممتازه جدا التسديده وتصدي حارس الاس بي ال 2000. اول محاوله اندري راكوتوس زناني في تنفيذ المخالفه لفريق الاسبيل. اندري راكوتوس زناني يلعب الكره مقوسه، تضرب على العارضه، مرت بالسلام على مرمى فاروق بن مصفى، تمشي لليسار، صابر خليفه خليفه يحضر، الحارس مكوى ياخذ الكره قدام الجناح وسط الميدان، يقصها غزل العيادي ياخذها الروزيكي يسدد، والحارس يتصدى ومازال اختار ولا هدف، لكن الحكم المساعد يلغي الهدف على اعتبار انه ثم تسلل. والان الحكم الجيبوتي سليمان احمد الجمل يعلن على نهايه هذا الشوط الاول وانطلاق الشوط الثاني. ابراهيم الشناحي في تنفيذ المخالفه في 50 دقيقه لعب، اكثر شويه طويله الكره، جينا الغندري من تاني، لكن الحارس اسبق. صبر خليفه يتحصل على المخالفه، ينفذها بسرعه لروزيكي، تعدى اسامه دراجي لليسار، صبر خليفه يحضر وتدخل الدفاع قبل ما توصل الكره للشنيحي. مختار بالخيثر ياخذ كورته، مختار بالخيثر يرفع الكره، دراجي ما ياخذهاش، الروزيكي يعديها، سيمينك شوت، والهدف الاول للنادي الافريقي. محاوله من اسامه دراجي يخرج كورته، تتعدى الكره من روزيكي لسليمان كشوت، ويحد بلاش للنادي الافريقي في 60 دقيقه لعب من المباراه. اذا يخرج اسامه دراجي ويدخل وسام يحيى، اول التغييرات للنادي الافريقي. تتعدى الكره بالاقدام ممتازه من روزيكي لسليمان كشوت، مرفوعه والتسديد من وسام يحيى، وترجع من دفاع الاس بي ال. الكره والهجوم لصالح فريق الاس بي ال، تمشي على اليمين لافودر، والتسديده الاخيره من راكوتو الزنانين الضعيفه يدين الحارس فاروق بن مصفى. هذا تغيير ثاني شايب الليلي، الحداد مكان روزيكي
في 80 دقيقة لعب. وثم غازي العيادي يفك الكرة وسام يحيى نادر الغندري المنو بالحداد يلعب الكرة لابراهيم الشنيحي والبرة الكرة الأخيرة مش شنيحي، كرة طويلة ملعيفة صابر خليفة بين زوز ملاعبية ياخذ كورته صابر للمنو بالحداد يصدر والهدف الثاني للنادي الافريقي يسجل الهدف الثاني. المنو بالحداد كوتشينج ممتاز من شهاب الليلي، يدخل المنو بالحداد في دقيقة 80 بالضبط، في دقيقة 83 يسجل الهدف الثاني للنادي الافريقي. تلعب المخالفة لفريق لاسبيل بازيرك وطويلة الكرة ترجع من بلالفة والحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق لاسبيل. الكرة رجعت رأسية من بلال ليفة، موجود غازي العيادي والحكم يقول ضربة جزاء لفريق لاسبيل. كان يتقدم ويسجل فرحة كبيرة في صفوف الموريسيين. 2-1 المنو بالحداد سمع عماد المناوي يطلب في الكرة ايضا صابر خليفة توصل لصابر خليفة يتعدى صابر خليفة والبر. تفرجت خلافا لكل ما يقولوه الناس، تفرجت في ماتش لاله وماتش روتور نتاع ضد الهلال السوداني. اللي شفت فريق موتيفي برشا، شفت فريق اورجانيزي تعزو حاجتين، لا فالور انديفيدوال وتعوزوا الخبره، لكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى الروح جمعيه تحترم محترمه برشا. وهذاك علاش كان في التحضير الذهني نتاعي والتحضير حتى التكتيكي قلت اللاعبيه نتاعي وصيت ان هي جمعيه محترمه جدا لابد من احترامها رياضيا وكرويا. شفتوا في بعض الاحيان على مستوى الاجريسيفيتي سيتي تري تري فور.